السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة إن شاء الله. الله يدخل عليكم هاد شعبان ورمضان إن شاء الله يدخلهم عليكم بالصحة والسلامة. معروف أن شهر رمضان وشهر الصيام وكنبغيو نديرو الشهيوات، وأن مجموعة ديال الشهيوات كيكونوا عندهم نكهة خاصة في رمضان، وهما خصوصا المعسلات. والمعسلات كيحتاجوا منا نديرو لهم العسل، هاد النوع ديال العسل. غنشارك معكم اليوم العسل ديال الزهر، مهم كيجي رائع وبطريقه ناجحه ان شاء الله. وتبعوا معايا المقادير. غنحتاجوا قالب ديال السكر من الاحسن، قالب السكر فيه 2 كيلو. عندنا هنايا 400 مليلتر ديال الزهر، ما كنديروش الماء، كنديرو فقط الزهر. 400 مليلتر كنديروها في الاول، و100 مليلتر كنديروها في التالي حتى تيطيب لنا العسل. وعندنا حامضه، والحامضه كنحاولوا نقطعوها. القالب السكر تنهرسوه وكنحاولوا نبيتوها واحد الليله حتى تيذوب لنا داك السكر. كنستفوهم في الكوكوط ديالنا وكنبقاو كنحركو كنكبوا بعدا عليهم الزهر ديالنا. كيف كتشوفوا عندنا جوج كيسان كبار، يعني كل كاس كيعبر لنا 200 مليلتر، يعني في المجموع غيكون عندنا 500 مليلتر، يعني نصف لتر. والحامضه حتى هي كنحاولوا نقطعوها باش كتطلق مزيان داك الماء ديالها، وصافي كنبقاو كنحركوه حتى تيذوب لنا داك السكر مزيان. باش لان ما كنديروش الوقت بزاف، الوقت ديال اللي من بعد ما يعني باش ما ناخذوش وقت بزاف ويبقى لنا السكر مكتل، يعني كنحاولوا ندوبوه وعاد كنسدوا عليه الكوكوط. المهم هذه هي الطريقه. نتوما كتشوفوا السكر من بعد ما تنبقاو نحركوه كل ساعه، كنبقاو نحركوه حتى تيذوب لنا. من بعد غادي نسدو الكوكوط. العافيه خصنا تكون عندنا مهيله بزاف، مهيله. هانتوما تنخليوه حتى تيولي سائل. من بعد غنسدو الكوكوط، المهم كنخليوها على ماء عافيه مهيله. كنسدو الكوكوط وكنحسبوا الوقت اللي كتبدا تتفشفش لنا الصفاره، غير تتبدا تتفشفش كنبداو ديك الساعه كنحسبوا الوقت ديالنا. عندنا 10 دقائق والصفاره كدور. هادشي اللي كاين نتوما كتشوفوا، يعني 10 دقائق من بعد ما كتفشفش. يعني هنا كنخليوها فوق العافيه الوقت كامل، العافيه مهيله ما كنحسبوش. كيبدا الحساب من بعد ما كتفشفش لنا. منين كتفشفش كنحسبوا 10 دقائق، كنزولو كنحلو الكوكوط ديك اللحظه غير شويه باش ما تطرطقش علينا، غير بشويه حتى تسكت شي شويه، غير تنحلو كتكون باقا كتغلي. داك الوقيته بالضبط غير كتغلي، غير كنحلوها كنكونوا موجدين داك 100 مليلتر ديال الزهر الاخيره. واللي ما كيقدش على الزهر بزاف يقدر يستبدل شي مقدار بالماء، ولكن من الاحسن كتجي على طيب الزهر مع ديك طيبه الحامض. اولا كيجي المذاق ديالها زوين، ثانيا كتجي بلا ما كتبقايش حاضيه معاها، وخاصك الميزان ديال الحراره وتعبري شحال وصلات. المهم هذه طريقه سهله وطريقه في المتناول، سواء عندك الميزان ولا ما عندكش الميزان، يعني كتقدي تعرف. هانتوما كتشوفوا فهاد اللحظه اللي كتغلي كنكبوا داك 100، كنسمعوا واحد الصوت تدير تش وكطلع بالدخان. ديك الساعه تنتاكدوا بانها راها الطريقه هي هذيك صحيحه، وراه العسل ديالنا واجد. هانتوما كيف تشوفوا. المهم نخليوها تبرد. ومن الاحسن بالنسبه قبل ما نستعملوها في الحلويات نديروها واحد يومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام قبل ما نبداو حنايا نديرو الشباكيه ديالنا ولا البريوات ديالنا ولا البشنيخه ولا اي حاجه في المعسلات ديالنا اللي غنستعملوا فيهم هذا العسل. نديروها قبل واحد المده، على الاقل تكون واحد الاسبوع تقريبا، او لا كاع 5 ايام. مهم كتشوفيها باش الا كان شي مشكل غيكون عندك في العسل كيبان قبل ما تستعمليه. وغالبا هذه الطريقه راها ناجحه، وفايت سبق لي شاركتها معكم في القناه، ودابا كنعاود ان شاء الله نشاركها معكم يعني بحلول هاد العواشر هذه. نتمنى انكم تجربوها. هانتوما كتشوفوا كيفاش دايره ثقيله. كنصفيوها باش نحيدو من هذاك الحامض، ما فيها حتى شي حاجه غير داك الحامض، غير المهم تنصفيو ومن بعد كنخبعوها واحد المده قبل الاستعمال. ان شاء الله نشارك معكم طريقتي في تحضير بعض المعسلات او لا اعاده نشر بعض الفيديوهات اللي سبق لي شاركتهم واللي كانت طريقه ناجحه 100%. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لاي واحد وصل حتى لهذه المرحله من مشاهده الفيديو.
ونتمنى انكم تدعموا القناه فضاء لاله فاتي وبالمشاركه وبالتعاليق ديالكم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا. والعسل ديالنا ها هو واجد وبالصحه والراحه، وشكرا. نتمنى انكم تحضروا يعني هذا الشهر هذا كيكون شهر شعبان، كنقولوا شي شويه ما كنصوموش بحال شهر رمضان، واخا كنصوموا الاجر كيكون داك الصيام خفيف مره يعني كيكون عندنا الوقت والجهد باش اننا نوجدوا تجهيزات لرمضان. ورمضان ماشي المبالغه فيه، وانما بقدر ما هو كتحضري تحضيرات مسبقه كتساعدك يعني في رمضان كتكون طبيله ديالك بالشهوه، وفي نفس الوقت راكي تصلي صلاتك وتتقومي بالعبادات ديالك على اكمل وجه. والله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. القناة بالتعليقات ديالكم وبالاشتراك وبالمتابعة، وشكرا كاع اللي وصل لهاد المرحلة ديال الفيديو وشاف هاد العسل هذا. هانتوما كيفاش كتشوفوا يعني عسل صادق، تصدق 100%. وشكرا واشوفكم